السلام عليكم. اليوم وصفتنا حلا الخشخش. عندنا هنا جبن نوعين، عندنا 2 قشطة، حليب محلى 1، كريم كراميل، 2 فانيلا، وهاي الشعرية الباكستانية، وهاي كريم شانتيه في زبدة. وهسه راح نخلط المواد كلهن سوا. هسه عدنا نفرغ هاي الشعرية من الأكياس ونكسرها، واشوفكم انه شو نسوي. هسه هاي الشعرية الباكستانية بعد ما كسرتها هيجي ناعم، وهسه النوب اخليها على نار هادئة، انتظر هنا الى يتغير لونه مع التقليب المستمر وخلاص. هسه شو نحضر بعد ما خلصنا الشعرية وبردت وخلصنا من الخلطة مالتنا؟ نحضر بسكت مملح اللي هو هذا او اي نوعية تردون، نغطسه بالحليب ونصفطه بالطبقة الاولى. وهسه راح نخلي الطبقة الثانية من هاي الكريمة اللي حضرناها ونرتبها. سنة بعد ما خلينا طبقة الكريم راح نجي نخلي طبقة الشعرية فوقها، كثروا بالشعرية لان هي اللي راح تعطيها الطعم الطيب. كمل ونرجع لكم. وهنا أنا سويت الطبقة الثانية النوب، زينتها بالأوريو وشوية هاي الحبشكلات، وألف عافية.